في قصة جميلة جدًا عن الفنان الله يرحمه محمود المليجي، يمكن ناس كتيرة جدًا ما تعرفهاش، فأنا حبيت أحكيها لكم بصراحة، وأنا يمكن أول مرة أعرفها وعجبتني جدًا، حبيت إن أنا أحكيها لكم. إيه القصة دي؟ في فيلم زمان كان بيصوّره الفنان الجميل محمود المليجي اسمه عاصفة على الريف. الفيلم ده كان من زمان أوي، فاضطر إن هو يسافر فيه لقرية من القرى لأن هو من اسمه كده عاصفة على الريف، فأكيد هيتصوّر في الريف يعني. فالمهم اختاروا مكان قرية من القرى وراحوا فعلًا يصوّروا فيها. ففي مشهد من المشاهد لمحمود المليجي المفروض إن هو طالع فيها لابس بدلة ضابط، يعني المفروض إن هو طالع في الفيلم ده إن هو ضابط يعني، والمفروض إن هو بيلف بالليل كده يتفقد الأحوال على الحصان بتاعه، يشوف أحوال الناس وكده وهو على ضهر الحصان. فالمهم أول ما وصلوا المليجي والمصور والمخرج كلهم وصلوا للقرية اللي هيصوروا فيها، فلقى كل القرية الأهالي بتوع القرية يعني ملمومين حواليه وبيتكلموا عن قوته وشجاعته قد إيه اللي هما بيشوفوها في السينما، وإزاي إن هو أقوى من شيخ الغفر حتى عندهم. فاللي هو شايفين إن هو حد بقى إيه زي ما بيكونوا بيشوفوا في الأفلام كده، دايما بيطلع محمود المليجي شرير وقوي وهو اللي بيبقى البطل دايما اللي بيهزم أي حد. فكانوا واخدين عنه الصورة دي كأنها هي دي الصورة إيه الحقيقية. فالمهم جه يوم التصوير بدأوا ان هم يصوروا، فجه المخرج احمد بدرخان كان هو المخرج بتاع الفيلم، فطلب من الاهالي ان هم يجيبوا له كام حصان عشان خاطر يختار واحد منهم عشان يركبوا المليجي وقت التصوير، لان زي ما قلت لكم ان المشهد بتاعه كان ان هو ضابط وهيركب على الحصان ويفضل يتفقد اهالي القرية. فالمهم الاهالي جابوا له فعلا كذا حصان. فبدا المخرج بدرخان يعني يبص للمليجي وقال له اختار منهم اللي يريحك يا محمود، لان هو بدرخان ما يعرفش يعني انهي احسن حاجه في الخيل او ما يفهمش في الخيل، فقال له خلاص شوف الحصان اللي يريحك يعني. فراح المليجي برضه ما كانش يفهم اي حاجه في الخيل نهائي، بس في نفس الوقت شايف كده في عيون الاهالي اللي حواليه بصه ليه بصه اعجاب كده وفخر ان هم شايفينه حاجه بقى ايه رهيبه، يعني محمود المليجي بقى اللي بيضرب في الافلام واللي طالع شرير واللي دايما يعني حاجه ما حصلتش، فشايف يعني شاف في عينيهم كده نظره اعجاب. فما قدرش يعني اتكسف ان هو يبين لهم او يقول لهم ان انا مش فاهم في الخيل بعد كل اللي هم عاملين يقولوه عنه ومعجبين بيه وشايفين ان هو حاجه فظيعه، في الاخر يقول لهم انا مش بفهم في حاجه زي كده. فحس ان هو محرج يقول حاجه زي كده، فراح عمل نفسه بقى ان هو ايه فاهم في الخيل وكده، فقعد بقى يبص على الخيل ويتفحص فيها كانه ايه حد يعني ايه خلاص فظيع جدا. وقعد يمسك كل حصان كل واحد يقول عليه ده مش بطال، لا ده مش عارفه نص نص، لا ده كويس، رغم ان هو ايه اصلا لا فاهم اي حاجه في الاحصنه ولا حاجه، بس هو بيقول كده عشان خاطر يبين قدام الاهالي ان هو ايه حد فاهم يعني. المهم لغايه ما لقى حصان في الاخر قال هو ده اللي انا ايه عايزه، هو ده اللي انا ايه اخترته ان انا يعني هركب فوقيه في الفيلم. فراحت الاهالي كلها بدات تبص لبعضها كده اول ما شافوه اختار الحصان ده، بقوا مستغربين جدا وقعدوا ان هم يبصوا لبعض واللي هو ازاي يعني قعدوا يقولوا لبعض ده حصان شيخ الغفر، ده حصان شيخ الغفر، هيركبوا ازاي ده ما حدش يعرف يركبه الا الشيخ الغفر. فالمهم راح المليجي سمع طبعا كل الكلام اللي هو بيتقال ده، بس يعني بدأ ان هو يقلق من كلامهم، ولكن ما كانش قادر يبين ده عشان خاطر هو لو عمل عكس ده كان شايف من وجهة نظره ان هم كده يقولوا عليه ان هو ما بيفهمش حاجه. فقال خلاص انا يعني هتحمل قرار زي ما هو يطلع، وفعلا راح نط على الحصان وركبه وفضل ماشي بيه، والناس كلها واقفين متوقعين انه الحصان ده هيتقلب بيه وشه اكيد يعني هيتقلب قلبه جامده جدا. اللي حصل بقى عكس كده، انه لقاه عادي الحصان، الناس لقت الحصان هادي جدا ومطيع ودرجه الناس ما بقتش فاهمه طب ازاي، يعني مستغربين جدا لحد ما المخرج قال اكشن، وساعتها بقى حصل اللي حصل. اول ما بدأ التصوير طلع الحصان يجري وبقى واخد في وشه ومش عايز يقف، لدرجه ان المليجي قال خلاص انا واقع، وبقى يدعي ربنا ان الوقعه ما تكلفوش كتير وانه يخرج منها باقل الاضرار. وفي نفس الوقت الاهالي اللي كانت عماله تصفر وتهلل وتتريق على المليجي اللي عمل فيها خبير الخيول وهو مش فاهم اي حاجه. وفضل الحصان الرهوان منطلق بالمليجي اللي كان مسلم أمره لله ومنتظر النهاية، لحد ما لقى نفسه قدام يعني مية صغيرة كده، بحيرة مية صغيرة، وفجأة الحصان راح نطها ووقع محمود المليجي وقعة كبيرة جدا، وده كلفه كسر في ايده اليمين خلاه يحلف انه ما يركبش خيل مرة تانية او تالتة. دي قصة يمكن كتير جدا ما يعرفوش عن الفنان محمود المليجي، ربنا يرحمه يا رب يغفر له ذنوبه. بصراحة كان يعني فنان فعلا متقن ادوار الشر براعة، يعني كان فعلا ما اعتقدش ان جيت زيه تاني. ربنا يرحمه يا رب يغفر له ذنوبه.